أسوأ وأفضل إطلالات المشاهير العرب لسنة 2022 بهيدا الفيديو. هاي رجعت لكم بفيديو جديد، وهيدا رح يكون اخر فيديو لسنة 2022. من هلا رح لكم هابي نيو يير، وان شاء الله تكون سنة 2023 سنة مليانة صحة وخير ومحبة وبحبوحة وراحة بال، كل شي حلو بتتمنوا. هيدا الفيديو رح يكون كتير مميز ورح يختصر سنة 2022 من ناحية الموضة اذا فينا نقول، تحديدا اطلالات المشاهير العرب. يمكن الناس معودين انه عطول باخر كل سنة ينعمل هيك مثل اختصار للاطلالات الافضل، يختاروا ترتيب الافضل، مثلا افضل 20 اطلاله، افضل 30 اطلاله، افضل 10 اطلالات. انا هذا السيستم ما بحب اعتمده. بهذا الفيديو اليوم رح تشوفوا طريقه تانية للاسوأ والافضل لسنه 2022. بهذا الفيديو اخترت 25 شخصيه مشهوره من العالم العربي، ولكل وحده من هالشخصيات اخترت افضل اطلاله وأسوأ إطلالة لسنة 2022. وبرأيي هيدي الطريقة هي أفضل بكتير من إنه قارن مثلا إطلالات كذا فنانة ببعضهم، لأنه مثلا ممكن أفضل إطلالة للفنانة إكس تكون بمستوى أسوأ إطلالة للفنانة واي، فالمقارنة صراحة أنا بلاقيها مش منطقية ومش مزبوطة ومش عادلة. ما بدي أذكركم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا لايك لهيدا الفيديو، لانه صراحة يعني انه عنا اكثر من 1,200,000 على انستغرام، عادي بيكون الرقم هالقد صغير على يوتيوب، يعني والله مستحي، بس بعرف انا بهمتكم الرقم رح يطلع ورح يكبر اكثر. خلونا من ورا هالفيديو نجرب نوصل التشانل لل20,000. انا كل ثقة فيكم. ما تنسوا اكيد تتابعوني على حساباتي على انستغرام، حسابي الشخصي وحسابي بابليك يلي بتعرفوه فاشن بوليس. والبداية مع إليسا، مثل مثلا هيدا الفستان الذهبي يلي هو صراحة فستان حلو، ابدا مش فستان سيء، بس على إليسا بالمرة مش مناسب. هيدا من اطلالات إليسا السيئة هيدي السنة. مثلا هيدا الفستان الاسود كمان الفستان بحد ذاته مش سيء مش عاطل، بس على إليسا مش ظابط. والمشكلة مثل ما قلت السايز كانت عم تختاروا إليسا اصغر من قياسها الحقيقي، وتاني شيء قصة الفستان ما بتناسب شكل جسم إليسا. وكمان هيدا الفستان الابيض ما ناسب إليسا، القماشة واللون مع التصميم ما كانوا ظابطين مع شيب جسمها. فهول 3 اطلالات كانوا الاسوأ اذا فينا نقول لإليسا سنة 2022. اما هيدي الإطلالة مثلا فعن جد أنا بعتبرها من بين الأفضل لإليسا بهيدي السنة. شوفوا قد الفستان بسيط، ما في شيء، بس عارفة تختار الفستان الصح. وكمان في إطلالة تانية لإليسا بعتبرها كانت من الأفضل، إطلالة كتير حلوة، الفستان كان كتير أنيق، التنسيق كان كتير مرتب. وهيدي الإطلالة كمان لإليسا كمان كان فستان أسود، كان اللوك كتير شيك، كتير أنيق، كتير راقي وكتير لابق لها. من بعد إليسا بنتقل لأكتر فنانة كان عندها إطلالات هيدي السنة، وهي نانسي عجرم. هلا عقد ما كان عندها إطلالات نانسي، كان في الإطلالات الجيدة جدا، كان في الإطلالات المقبولة، وكان في الإطلالات السيئة. وأول إطلالة سيئة لنانسي عجرم كانت اطلالتها بكليب حبك سفاح، يلي صراحة كانت تخبيص بتخبيص. هلا فهمت انا انه بوقتها كان ستايل الكليب هندي، بس انه ما حبيت، كانت اطلالة كتير مش حلوة، كتير مش مناسبتها. اما افضل اطلالة لنانسي عجرم فكمان بالصدفة كانت باللون الاسود، هي هيدا الفستان. كانت من المرات القليلة يلي ما بشوف فيها نانسي البنت الكيوت الطيوبة المهضومة، لا كنت عم بشوف نانسي هيك الجذابة يلي اطلالتها هيك سكسي بس انيقة وراقية بالوقت نفسه. الفستان كان كتير حلو، كتير لابق لها، الستايلينج التنسيق كان كتير موفق، كان التنسيق على القد. ومن نانسي منروح لهيفا وهبي. اسوأ اطلالة لهيفا بسنة 2022 كانت بكليب تيجي. صراحة بالأيام العادية وبإطلالاتها اليومية أو بحفلاتها هيفا قليل إنها تغلط، فالغلطة اللي غلطتها كانت بكليب تيجي. هيدا اللوك كان من اللوكات عن جد السيئة، إن كان تنسيقه، إن كان الجمب سوت يلي لبسته بحد ذاته جمب سوت سيء، خياطته سيئة، تنفيذه سيء. أما أفضل إطلالة لهيفا لسنة 2022 فكانت هيدا الإطلالة. صدفت كمان والله، مش إنه أنا بحب اللون الأسود، بس صدفت إنها عن جد كانت كمان باللون الأسود. الستايلينج تبعها كتير حلو، مع إنه كنت بفضل المجوهرات يكونوا شوي أخف. أحلام اطلالاتها الجيدة أكثر من إطلالاتها السيئة. فأسوأ إطلالة لأحلام كانت هيدي الإطلالة باللون الأحمر. الإطلالة كانت هلأ بالصور صراحة غير الفيديو، اللوك كتير في زحمة، كتير معجق، يعتبر من أسوأ إطلالات أحلام لسنة 2022. أما أفضل إطلالة لأحلام لهالسنة فكانت هيدي الإطلالة، إطلالة كتير مرتبة، كتير حلوة، كتير راقية، كتير شيك، من أنجح إطلالات أحلام هيدي السنة. ومن أحلام بننتقل لأصالة. أصالة هالسنة كان عندها هيك مرحلتين
بشكلها ومرحلتين بستايلها ومرحلتين باطلالاتها. يعني باول قسم من السنه كانت اصاله بشكل اخر، كانت عم بتخبص باطلالاتها بشكل رهيب. تاني نص من السنه او باخر هيدي السنه شفنا غير اصاله، كلنا تفاجئنا باصاله جونيور أصالة الأصغر ب20 و25 سنة من أصالة اللي بنعرفها. ومش بس شكلها يلي صار أحلى بتاني نص من السنة، لا كمان إطلالاتها. فأسوأ إطلالة لأصالة هيدي السنة كانت هيدي الإطلالة، يعني ما بتقطع، ما بعرف، كانت روبن هود يمكن، ما بعرف، إطلالة عن جد ما بتقطع، تنسيق سيء، قطع سيئة، مبينة كأنه طالعة تمثل بمسرحية أطفال، اللوك ما بيقطع بالمرة. كمان في إطلالة تانية لأصالة كانت بأول 2022 ما بتقطع بالمرة، يعني كانت مبينة أصالة رايحة تعزي بوفاة السيدة دجاجة، لابسة ريش أسود من فوق لتحت. وكمان كان في إطلالة ثالثة من أسوأ إطلالات أصالة لسنة 2022 وهي هيدي الإطلالة. أما أفضل إطلالة لأصالة فكانت هيدي الإطلالة اللي شفناها مؤخرا. وكمان هيدي الإطلالة بهيدا الفستان بلون البينك كانت من إطلالاتها الموفقة يلي عن جد كانت مختارة صح والتنسيق كان صح، والإطلالة كلها على بعضها كانت هي من أفضل إطلالات أصالة لسنة 2022. أما نوال الزغبي هيدي السنة كان عندها شوية تخبيصات، فكان عندنا أكثر من إطلالة كانوا الأسوأ لل 2022. مثلا هيدي الإطلالة يلي شفناها من كم أسبوع كانت عن جد من أسوأ إطلالات نوال، كانت عبارة عن تخبيص بتخبيص، كانت عبارة عن قطع فوق بعض كيف ما كان، تصميم سيء، تنسيق سيء. أما أفضل إطلالة لنوال بهيدي السنة فكانت هيدي الإطلالة عن جد كانت كتير حلوة. الجامب سوت كان كتير لابق، لونه كتير حلو، كان راقي وشيك وأنيق جدا جدا جدا، حتى التنسيق كان كتير مرتب وكتير موفق. مع انه كنت بفضل انه من هيدا الجامب سوت ينشال شوية تفاصيل لانه كان في شوية زحمة. من نوال منروح لنجوى يلي بالسنة كلها كانت اطلالاتها قليلة، بس هلا باخر شهرين حسينا انه في عندها كتير اطلالات. كانوا بجولة كانت عم تعملها يمكن بامريكا، لانه معظم اطلالات نجوى كرم السيئة بسنة 2022 كانوا بهيدي الجولة. مثلا هيدي الاطلالة باللون الزهري ما بتقطع، هيدي الاطلالة بالاخضر والازرق، هلا هني اللونين حلوين مع بعضهم بس التصميم سيء. هيدا الفستان لونه حلو، فكرته حلوة، بس تنفيذه كان سيء، فتلقائيا بس يكون التصميم سيء رح تكون إطلالة سيئة. هيدي الإطلالة كمان انه ما بتقطع، كمان مثل ما قلت لكم الأفكار تبع هالإطلالات عم بتكون حلوة بخيالهم بس على أرض الواقع ما عم بتكون موفقة. وهيدا الفستان انه بشرفكم يعتبر من أسوأ إطلالات نجوى بكل صراحة. فنجوى كرم إطلالاتها السيئين هيدي السنة كانوا أكثر من إطلالاتها الجيدين مع الأسف. أما أفضل إطلالات لنجوى كرم سنة 2022 فمثلا هيدي الإطلالة عن جد كانت إطلالة كتير حلوة، كانت عن جد طالعة مثل العروس، كان الفستان كتير حلو كتير لابق لها، والإطلالة ما فيها أغلاط بشكل عام. وهيدي الإطلالة كمان صدفت باللون الأسود، والله أنا مش إنه عم بختار قصد الإطلالات باللون الأسود، بس صدفت كمان إنه إطلالة باللون الأسود كانت من أفضل إطلالات نجوى هيدي السنة. مايا دياب مثل ما هي بتسمي حالها. مايا حدا كتير جريء، بس جرأتها هي مش بإنه الابتذال، لا بحكي جرأتها باختيار القطع. مايا بتتجرأ بالموضة، يعني بتلبس قصص ما حدا غيرها عنده الجرأة انه يلبسها، بس تحيي على جرأتها صراحة، هيدا شيء لازم احكي. فمايا صعب انه الواحد يقول هيدي افضل اطلالة لإلها وهيدي اسوأ اطلالة لإلها. فمثلا من بين اسوأ اطلالات مايا هيدي الاطلالة يلي شفناها مؤخرا يلي مش ظابطة لكتير من الاسباب، ان كان الخصر مش ظابط مطرحه، هيدي اول مرة بشوف مايا قصيرة، الميك اب كان مش ظابط، بين كتير قصص تحت الكورسيه الشفاف ما كان لازم تبين. اما الاطلالة الافضل لمايا فهيدي الاطلالة مثلا لمايا بعتبرها انها الافضل، مع انها اطلالة كتير بسيطة بس ستايلينج تبعها هيك مشغول عليه بشكل حلو. اما نادين نجام يلي ما كتير كان عندها اطلالات هيدي السنة، اسوأ اطلالة لها بهيدي السنة كانت هيدي الاطلالة. الفستان غير انه في كتير تفاصيل مش لابق له، طوله ابدا مش حلو، الريش يلي تحت مع طوله مع الحذاء مش ظابطين. الشيء الوحيد اللي كان حلو هو انه اعتمدت القفازات يلي كانوا ترند بال 2022. اما افضل اطلالة فكانت هيدي الاطلالة كمان باللون الاسود. والله انا مش مستقصد انه حط الاطلالات الافضل باللون الاسود، بس انه عم تصدف. هلا دور مريم فارس كان عندها اطلالات هيك واطلالات هيك. مثلا هيدي الاطلالة كانت من اسوأ اطلالاتها لهيدي السنة، كانت عم تجرب انه تكون شوي تطلع خارج الصندوق، بس انه يا ريت ضلت بقلبه لانه الاطلالة كانت ما بتقطع بالمرة، وكانت شوي مبتذلة زيادة عن اللزوم، وكانت ما لها معنى. وكمان هيدي الإطلالة كمان كانت من أسوأ إطلالات مريم هيدي السنة، وصراحة طلعت إنه ولو إنه ما تعودنا على مريم بهيدا الستايل. وهيدي الإطلالة كمان تعتبر من أسوأ إطلالات مريم هيدي السنة.
اما هول الاطلالتين فبعتبرهم من افضل اطلالات ميريام لسنة 2022. يعني صراحة خصوصا هيدي الاطلالة كتير لابقت لها، كتير طالعة حلوة فيها. اما بلقيس فتحي فهيدي السنة كنا عم نشوفها بستايلات جديدة عليها، حبت يمكن تغير ستايلها بس ما توفقت، لانه اسوأ اطلالات كانوا هول الاطلالات. فمثلا هيدي بعتبرها من اسوأ اطلالات بلقيس لهيدي السنه. فستان اكلها اكل مش منسبق ابدا، الفستان كتير كبير عليها وغرقانه فيه ومش مبينه ابدا. اما افضل اطلاله لبلقيس لهيدي السنه فكانت مثلا هيدي الاطلاله يلي هي تعتبر اطلاله سيف وكلاسيكيه بس مرتبه وانيقه كتير، وهيدي الاطلاله يلي تعتبر اطلاله خارجه عن المألوف بالنسبه لبلقيس بس توفقت فيها كتير وكانت من انجح وافضل اطلالاتها لل 2022. من اكثر الاسماء يلي برزت هيدي السنه وكان عندها اطلالات هي رحمه رياض. فهيدي الاطلاله مثلا من اسوأ اطلالات رحمه لهيدي السنه، او هي الاسوأ، وبعتقد يمكن هيدي اسوأ اطلاله بمسيرتها لحد اليوم. اطلاله سيئه جدا مش مناسبه بالمره، وكتير زعلت انها اعتمدتها لما كانت عم تستلم جايزه. اما هالاطلاله فهي فعلا من اجمل اطلالات رحمه لسنه 2022، اذا ما كانت من اجمل اطلالات رحمه باخر كم سنه. اما درة يلي ما بتحبني ابدا بتنزعج من انتقاداتي لاطلالاتها، بس احكي عن اطلالاتها بشكل سلبي يعني ما بتتحمل ابدا. فبدك تمرقين لنا اياها يا درة. اليوم بدنا نختار لك اسوأ اطلالات افضل اطلالات لهيدي السنه. مثلا هيدي الاطلاله تعتبر من اسوأ اطلالات درة لهيدي السنه، وهيدي الاطلاله كمان بعتقد كانت غلاف مجلة او لمقابلة او جلسة تصوير ما بعرف، بس كمان كانت اطلالة غير موفقة. اما افضل لوك لدرة لسنة 2022 هو هيدا اللوك. لوك راقي جدا، لوك فخم جدا، اطلالة هيك كتير فيها سحر، فيها جاذبية. شيرين عبد الوهاب يلي اسمها تصدر هيدي السنة مش بسبب اطلالاتها وحفلاتها بل بسبب مشاكلها العاطفية والزوجية والشخصية، ما بتهمنا ما رح نحكي عنها. لها السبب شيرين ما كان عندها كتير اطلالات، اطلالتها كانت كتير قليلة وبتنعد على اصابع اليد الوحدة. بس مثلا هيدي الاطلالة ما تقولوا لي مش اسوأ اطلالة لشيرين بهيدي السنة، وبعتقد حتى اسوأ اطلالة لشيرين بكل مسيرتها. اما افضل اطلالة لشيرين فخلينا نقول هيدي الاطلالة، يعني هيدي الاطلالة الاقل سوءا لشيرين. من شيرين بنروح لانغام. انغام كان عندها هيدي الاطلالة مثلا سيئة وما بتقطع وقديمة ومش مناسبة، وكان عندها كمان هيدي الاطلالة هلا هو الجمب سوت حلو بس عليها مش ظابط ابدا، وطريقة اخذها للفيديو طريقة يعني مش ظابطة. من اسوأ اطلالاتها هيدي السنة. اما افضل اطلالات انغام هيدي السنة فهيدي الاطلالة اللي تعتبر اطلالة كلاسيكية جدا ومرتبة كتير، وهيدي الاطلالة كمان يلي كمان اطلالة موفقة ياسمين صبري. مثلا هيدي الاطلالة بعتبرها اسوأ اطلالة شو اسمها لياسمين، يعني الفستان لا ماشي حلو، لا تصميمه حلو او له معنى. وهيدا كمان اللي كانت عن جد مبينه ما بعرف هربانه من شي مسرحيه اطفال. ما بقى اصلا تلاحظوا كلهم اطلالاتهم السيئه كانهم بمسرحيات اطفال. شو هالصدفه، مش مناسبتها بالمره. من اسوأ اطلالاتها هيدي السنه، بتمنى ما تكرر هيدا ستايل. اما افضل اطلاله لياسمين بهيدي السنه فهي هيدي الاطلاله اللي شفناها من كم اسبوع. كانت اطلالة كتير حلوة، كانت خالية من الاخطاء اذا فينا نقول. هلا كان عندي اكيد بعض التعليقات على بعض التفاصيل حكيت عنهم بحسابي على انستغرام، بس تعتبر الافضل هيدي السنة لياسمين. وهيدي الاطلالة كمان كانت اطلالة بسيطة وراقية من ناحية التصميم والتنسيق، هيك كمل الاطلالة، فكمان كانت افضل اطلالة لياسمين هيدي السنة. يسرا أسوأ إطلالة لها هيدي السنة كانت هيدي الإطلالة، كمان كانت من فترة كتير قصيرة، اللوك أبدا مش ظابط، مش مناسبة، مش لها أبدا. أسوأ إطلالة لها هيدي السنة. أما أفضل إطلالة لها فهي هيدي الإطلالة كانت بجلسة تصوير، كانت هيك إطلالة ولا أجمل من هيك. كتير انبسطت لما شفت هيدي الإطلالة ليسرا. وهيدي الإطلالة كمان كانت بمهرجان صار بالفترة الأخيرة، كانت كتير موفقة فيها. يارا يلي منشوفها بالسنة مرة واطلالاتها بنشوفهم بالسنه مره، فكان عندها هيدي الاطلاله اللي شفناها مؤخرا كانت من اسوأ اطلالاتها لهيدي السنه، اطلاله مش ضابطه بالمره. كمان حكيت عن تفاصيلها على انستغرام. اما افضل اطلاله فهي هيدي، انه مثل ما قلت لكم يارا ما كان عندها كم اطلاله هيدي السنه، يعني استصعبت تلاقي انه افضل اطلاله، بس انه هيدي تعتبر افضل اطلاله لها هيدي السنة. لطيفة أسوأ إطلالة مثلا إنه هيدي إذا نزلت لكم هيدا الفيديو ما قلت لكم أسوأ إطلالة، إنه بشرفكم ما أنا واضحة مبينة عن جد إنه. وكمان لطيفة استصعبت تلاقي لأفضل إطلالة، لأنه بكل إطلالة في شيء مش ظابط وبيخليني أقول إنه لا هيدي مش أفضل إطلالة، بس أفضل وحدة هيدي السنة كانت هيدي
هيدي الإطلالة كانت أكتر إطلالة جيدة ومقبولة للطيفة بال 2022. ديما قندلفت. ديما هلا كلنا عم نشوفها فلك بإطلالات حلوة وراقية، فأفضل وأسوأ إطلالات ما اخترتهم وما رح اختارهم من المسلسل. يعني مش إطلالات ديما، هيدي إطلالات فلك، ستايلست نقيها لفلك ولا شخصية فلك. فصراحة فتشت بأكاونت ديما ما عندها إطلالات من الآخر، يعني عندها هالكم إطلالة كلهم إطلالات حلوين. ما قدرت تلاقي الأسوأ، بس هيدي الأسوأ بعتقد من المسلسل، قطعوا لي إياها. أما أفضل إطلالة لديما فهي إطلالة كمان من كم يوم طلعت فيها على غلاف أحد المجلات، ما فيها أغلاط. الفستان حلو، لابق لها، اللون كتير حلو، الستايلينج موفق، كل شي كتير حلو. لوجين عمران كان عندها هيدي الإطلالة من أسوأ إطلالاتها هيدي السنة. فستان كتير حلو بس التنسيق خرب الإطلالة ونهية. هيدي الإطلالة كمان يعني بتوجع العيون، فيها كتير زحمة، كمان من أسوأ إطلالاتها هيدي السنة. أما أفضل إطلالة لها بال 2022 فهي هيدي الإطلالة، فستان كتير حلو، كتير راقي وكتير أنيق. كمان هيدي الإطلالة كانت من أفضل إطلالات لوجين لل 2022. نيلي كريم بنشوف إطلالاتها نحن بس بالمهرجانات، فمثلا هيدي الإطلالة من أسوأ إطلالات نيلي كريم يعني بكل مسيرتها وبكل السنين يلي نحن عايشين فيها. إطلالة سيئة جدا ما بتقطع. أما أفضل إطلالة لها فهيدي الإطلالة. لاحظوا الفرق. ما أنا عم بعمل هيدي الفقرة هالمشاهير إنه شوفوا أسوأ إطلالات لإلكم وشوفوا أفضل إطلالات لإلكم، من هون بتقدروا تعرفوا شو بيلبق لكم وشو لا، وين عم تعملوا صح وين عم تعملوا غلط. سلفة وخرجي أسوأ إطلالة لها كانت هيدي الإطلالة، كانت كأنها جاية من حريم السلطان. أصلا الفستان يعني فساتين حريم السلطان أحلى من هيك، هيدا الفستان كتير معجق مش مناسبة. أما أفضل إطلالة لها فإنه ما هيدي ما بعرف، لانه كمان يعني سلافة وخرجي ما عندها هالاطلالات، يعني انه هالخمس اطلالات بال 2022. سلافة معمار هيدي السنة كانت غائبة، ما شفناها لها هالاطلالة. يمكن كانت اطلالة موفقة وحلوة بس ما قدرت اعملها لا افضل اطلالة ولا اسوأ اطلالة. كمان كاريز بشار يمكن كانوا ملهيين بستيلتو فما كان عندهم وقت يطلعوا باطلالات، ومثل ما قلت لكم ما بيطلعوا الا بمهرجانات. فاسوأ اطلالة لها هي هيدي الاطلالة. هلا انه ما اطلالة سيئة بس من الاسوأ لها بهيدي السنة. افضل اطلالة هي هيدي مع تحفظي على الشعر. فهيدي هي أسوأ وأفضل إطلالات للمشاهير العرب لسنة 2022. وما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا لايك لهذا الفيديو، وكمان تتابعوني على انستغرام. وبعتقد هيدا رح يكون آخر فيديو لل 2022، فمن هلا رح لكم هابي نيو يير، إن شاء الله تكون 2023 من أجمل السنين عليكم وعلينا كلنا يا رب. Thanks for watching، كل سنة وأنتم بخير.